انت يا نعمة، انا ما شفتك قاعد تغسل في بيت ناس نهى، انت قاعد تغسل بالقروش. وليد كيفك؟ يا نعم كيف تمام؟ خلينا الشغل كيف؟ لا يا نعم يا اخي الشغل كعب شديد. اشتغلت كم؟ لا يا اخي حاجة بسيطة ما كثير يعني زي الفينة. خلاص خير. أنا الليلة اشتغلت في الغسيل الخوص. خلينا نجمع القروش مع بعض عشان نقدر نجيه البيت للعيد، وعشان أسرة عامر لما يجوا يلقوا بيتنا مجيه. نعم انا قلت لك ما تشتغل الشغل ده تاني؟ ولا ما شايف اني راجل اقدر اوفر لك اي حاجة؟ يا اخي انا بشتغل الليل كله والنهار عشان ما احوج ليش؟ بس شكلك ما حاسة. لا ما كده يا وليد، أنا حبيت أساعد بس. نعم توعديني انك ما تشتغل الشغل ده. اديني صعب شوي. كلام واضح. قلت لك ما تشتغل الشغل. خلاص كويس، خلي دي معاك. ربغة، شوفي الفساتين دي عليك الله. واو ما شاء الله رهيبات. بالمناسبة أنا المشري بتاع الدكان. ان شاء الله خير. يوسف أخوي امبارح حول لي 50,000، قال لي أشتري بها الحياة الخاصة، بكرة حيحول لي 50 عشان أشتري بها الفساتين. كويس والله، حتى انا همي برد مني امس اشتريت حاجاتي، وحتى صادفت رماس يا بدي اشتريت جنشي حاجات ما شاء الله تبارك الله. لا كويس والله ما شاء الله، كده خلينا من ده. نعمة خبر شنو؟ على فكرة دي نسينا منها. فيا بنت انا زمان مشيت مثل ناس نوها لقيتها قاعد تغسل في هدومهم. أنت جادة؟ كيف يا زولا؟ انا يوم اللي اسالها قدامكم واحرجها. ميسون بطل حركات الدين ده، القماش بتاع الدكان ما يقفل. انت عارف برد ناس زي انا وكيف جيت لهم. اوه ويلي اخبارك؟ برا تمام يلا طيبين تمام كده؟ اخباركم ها تفاصيل العيد كيف؟ والله الحمد لله. انت عارف اول امبارح مشيت والله شفتها لناس البيت ديل عزيتهم لك عزه، جبت لك لهم حاجات من السوق والله ظبطت لهم امورهم. لا والله احلى كلام. ها برا والله انا من يوم الوقفه اختي شاب كان داير فستان جبته له والحمد لله تخرجته. لا احلى كلام لا الحمد لله والله. انت فاهمك شنو؟ والله غيصر يا اخي انا طبعا قاعد اجازف لي في حسابات كده عشان داير بالبيت. انت عارف اسرة عامر خطيب اختي جايين ولازم يجوا يقول البيت مرحب به يعني. يا زول احنا قاعدين يا صاحبي، اي حاجه وقت ما تحتاج لنا احنا معاك يا صاحبي. ما تقصر والله اخوانك يا صاحبي. ما تقصر حبيبي والله. ثاني نتلاقى يا جماعه قدام يا صاحبي. إن شاء الله العيد يجي يلقانا كده متجمعين، لا فاتين ولا موجودين. إن شاء الله يا رب العالمين. كمان العفو. أها يعني ما اشتريتش من العيد؟ والله الحمد لله الحال مستوي. انت يا نعمة، انا ما شفتك قاعد تغسلي في بيت ناس نهى، انت قاعد تغسلي بالقروش. لا يعني يا ميسون كمان ده غلط يا ميسون. اجي انا كمان قلت لها شنو دي ما الحقيقة. أنا أستأذنكم يا طبعا. مالك يا نعمة، اقعدي يا نعمة. ده شنو يا ميسون اللي عملتيه ده؟ كلامك ده غلط. وتاني حاجة الشغل ما عيب، ونعمة دي زولة أختنا وصاحبتنا وعشرة عمر، أن احنا نجيك معاها ونماسيها ونطبطب عليها ولا نشمت فيها؟ وانت عارفة بتاتا مناسبتها في العيد. نعمة تذكرنا بحاجة شينة ولا بحاجة سمحة يا ميسون؟ دي بلدنا ودينا نحنا نفس العادات والطيبة، وكل اللي بفرحنا دايما ضحكتنا قريبة، بنقاسم غيرنا سمحنا، شاربين من نيلنا الصافي، ماكلين من خيرنا جمحنا، بلدنا نعمة، أنا عايزة أقول لك إني آسفة على الكلام اللي قلت لك قبل، وأتمنى إنك تكوني ما زعلتي مني. أتأسف لك. في النهاية أنت أختي، ونحن لازم نيجي نساعد بعض، وأتمنى إنك تتقبلي مني الحكاية دي. لا العفو عادي، وأنا ما زعلت. شكرا لك. السلام عليكم.